يا ناس محور الطينة، الرسالة دي يا جماعة بتاريخ الليلة يوم 17/3/2026 28 رمضان. بالنسبة لناس محور الطينة، والله يا شباب الماسكين محور الطينة بالضبط، والله عيب وعار عليكم. هو يا شباب الجبن ما صفاتنا، والله الجبن ما صفاتنا. الحاجات اللي قاعدين تعملوا فيها دي ما حقتنا والله. القوة اللي جات وهاجمت الطينة التابعة علينا وقوات الدعم السريع، حركات الجبن دي ما حقتنا. عيب وعار والله العظيم، الجري ما حقنا نهائي. عشان تعلموا جيد كل القوات الموجودة هناك، القوات اللي جات من الضعين من نيالا، من القوات اللي اتجمعت هناك دي كلها مشت هاجمت الطينة دي. الشغل اللي استغلوه ده غلط. هو يثبتوا عديل دي مرتين، ما تقول الناس ما قابلين عنه، ودي مرتين بتمشوا تضيعوا شباب وبتضيعوا رجال وبتيجوا جارين. هو يا ناس شدوا حيلكم، والله ما حقنا والله. شدوا حيلكم، الجبن ما حق الرجال والله، عار والله، اقسم بالله عار عليكم والله. والله يا شباب الطينة اللي امبارح خشيتوا الطينة دي عار عليكم، والله عار عليكم. شدوا حيلكم يا شباب، هو يبقوا رجال، ابقوا رجال. الجري ما حقنا والله، كان ما قادرين ننزحوا بس، كان ما قادرين ننتروا بس، لكن كل يوم تجي تخش الطينة تخلوا لنا شهداء وتخلوا لنا عربات وتجوا جارين. يا اخي عيب والله، عيب عليكم اولاد دارفور، عيب والله. الله اكبر، الله اكبر. وان شاء الله منصورين باذن الله تعالى، والعترة بيصلح المشي، ونحن والله الجري ما عاداتنا نهائي، ولا الهزيمه ما عاداتنا نهائي. وان شاء الله باذن الله نصرا من الله وفتحا قريب باذن الله تعالى. الطينة تتحرر وتتامن، وفلنقاي فيها مقنم ان شاء الله في الايام القادمه وعن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب يا شباب، بالنسبة للشباب اللي لمس المشى الطينة، طيب أنا بقول يا جماعة والله بالنسبة للتخطيط اللي لمس الناس المشت بالطينة، عدم قيادة وما في قيادة عديل كده والله يا أخواننا. نحن للمرة الثانية ولا المرة الثالثة أصلا أنا زي ما قلت لكم الميديا دي والله أصلا ما بتسري مفعول ولا بتسر بال ولا بتحقق هدف. الإنسان مهما تتكلم فيها ومهما تجود فيها في النهاية هي ميديا. الناس بيلقوك زي ما عدت هسي رفع فيها اللايف ده، بيشوفوك وبيستمعوا لكلامك وبدوك عكس الحوا. لكن نحن لابد يا جماعة نستفيد من كلمات من العشاوس اللي بيرفعوها في الميديا دي. الميديا دي نحن أصلا ما بتنصرنا ولا بتحقق لنا هدف، لكن فقط بتوصل لنا الرسائل عبر التواصل الاجتماعي عشان نحن نستفيد من كلمات الشباب اللي بينشروها في الميديا. يا اخوانا يا شباب يا ابطال يا عشاوس يا قيادات الخط الشمال، يا اخوانا انتوا للمره الثانيه والثالثه نحن يعني لدخول الطينه. عملنا المره الاولى ما نجحت، فقدنا اعز ما عندنا، فقدنا اغلى ما عندنا، يعني بطريقه غير واقعيه. الشيء ده لشنو؟ ما في شغل ما واقع، لكن الكلام في القياده. نحن يا جماعه انت الليله انسان بدل بتكون متحرك هنا قائد متحرك كامل وبتخش خشه زي الامس دي، والله ليس لقيادتك، والله ليس لقيادتك. ونحن الغادات اللي بنعرفون في الميادين بين خط الشمال، والله ما عظيم في زول والله خاشي ومخطط في التخطيط ده، ما في زول خاشي ومخطط في التخطيط ده. دي قيادات جديده، دي قيادات جديده. القيادات الجديدة دي يا جماعة نحن لابد عشان نضع استراتيجية ونكسب حربتنا من هذيل الناس الأشرار. يا اخوانا نحن القوة دي القوة ما قوة سهلة يا جماعة، القوة دي قوة رادية وقوة كمية. لابد تضع استراتيجيتك وتقدر تسيطر على الموقف بأقل خسائر وتكسب الحرب بأقل خسائر. لا يمكن أنا أنشيل لي قوة عدتها يعني كمية حائلة أوديها أنا أخسر وأطرد، أخسر وما أتنصر يا جماعة. والله دي فخة كبيرة جدا جدا والله. أول حاجة بالنسبة للقيادات حقين الطينة، أنت أمس لما مشيت وخشيت الطينة يا جماعة، الطينة دي لقيتوا فيها منو؟ البند الأول خش الأولى خشيتوا لقيتوا البلد دي فاضية، نفس حقة المرة اللي فاتت. إخواننا عقل بيفهم ما في، عقل بيفهم ما في، وبالمزيد كمان زادنا بزيادة شنو؟ لايفات. أنا خشينا في المنطقة الفلانية ونحن والله جينا ما وجدناكم، هو شايف فيك عدوك قاعد راصدك. والله انت مما جيت خش المنطقه اللي هو فتح عليك خلاها خشيت فيها دي،
والله هو متابعك بالدقة وشايف فيك والله العظيم بالنيم مداعين بتنشاف له. هو بقدر بخليك انت كيف كلك تتكامل جوا الترتوار حقه ده، تمشي بتتصور وانت بعد بطريقة. يا جماعة نحن عندنا حاجة لابد الناس تقع عليها. يا جماعة اخواننا الليلة نحن نقول عندك عربات عدد اللي عندك تقدر توزع القوة اللي بتخش، القوة اللي تقط احتيادية، القوة حقت الالتفاف، والقوة اللي بتلتف ذاته. دي كلها نحن لابد بنعملها بتحكم وبقيادة. لكن الكلام ده أنا بشوفه كله عدم قيادة. والله ما في قيادة عديل. والله لو كان في قيادة والله الحصل أمس ده واقسم بالله ما كان حصل. وين العدد يا جماعة بمواتر؟ يا جماعة ناس بمواتر وبخيل بيشيلوا عربات. اخوانا دي حاجة ظريفة ولا دي حاجة منطقية ولا بتتوقع في الجاهزية يحصل كلام زي ده؟ بالذات الطابطة الشمال دي مصيفة اللي بوصفوكم بها. والله في ناس احنا عارفينهم امس والله واجهن عربات معينة وتهيئ الابطال الجنينة. والله لكم التهيئ وتقدير وارموا قدام. نحن والله يا اخي الانسان دائما ابدا ما بنتكلم عن موضوع منفرد، بنتكلم عن العام. لكن بالنسبه يا جماعه اليوم انت خانه خشيت لماركه عربيه خانه جلاله بكان ما في الحرب ده اصلا كر وفر. يوم تغلب ويوم بيتغلب عليك، لكن ما يوم الله كده انت بتمش وبيتغلبوا عليك. اخواننا دي والله حاجه ما واقعيه. يا اخي شفنا مناظر من ناس صغار وكبيرين عقل ومن ناس كبار وجحال حقين عقل. يا اخي انت خشيت لقيت المنطقه دي فاضي ضارب ذخيرتك في الحوار قال والله يجينا العدو ما وجدناك. انت ذخيرتك دي عديتها عن الحوا ساقط وهو قاعد الطلقه الواحده اللي انت بتضربها ساقط دي وبخسر وما بخسرها في الحوا ساقط، بخسرها فوق انت اللي بتضرب في الحوا ساقط ده. الذخيره دي بتدوق بالعدد كويس. والله قول ادوك لا عربيتك دي مشونه كلها ذخيره، انت بديت ذخيرتك دي كلها ضربتها على الهواء مباشره اساس انه خشيت المنطقه وما لقيت عدوك، وعدوك ده هو راصد فيك كويس بالدقه وبالنيم. انت بعد شويه خشتك الخشيتها بالبارد دي بعد شويه بتبقى محور ساخن، تبقى دبردابي. ودبردابي ده اخوي لو ما شديت حيلك عندك 10 خزنه مسفر وعندك زي ما قال احتيادي ما بتقدر تثبت وجود وما بتقدر تنصر على اعدائك. وانت قبيت ذخيرتك وديتها ضربتها ساقط ما لقيت عدو. الله اكبر الله اكبر وساقط. التكبير نحن قلنا الله اكبر دي في خشومنا. والانسان انت بتموت ذاته بتكبر وبتموت، بتكبر وبتحلل وبتخش. لكن يا جماعه انت انسان عشان تكسب مكسبك ده باحلى بساطه لابد تضع زكاتك واستراتيجيه. انت ما قابل عدوك ما تفرح. عدو ده اخوي ما قابلته ودرشتوم درش صح ما تفرح. الناس بيقول لك الشر لو جايك ابعد منه وغني له، لكن اوقات تبعد منه وتغني له قال لك برجع بجيك. نحن ده شغلنا لسه شغالين فيه. بس يا جماعه عليكم الله الناس اللي بتضرب الذخيره العشوائيه والناس اللي ما عندكم تخطيط الطموحات يا شباب الطموحات. نحن لا يمكن نفقد اغلى ما عندنا، اعز ما عندنا، اشرس ما عندنا في برنامج بتاع غنايم. الغنيمه دي شنو يعني؟ انت النصر والغنيمه دي بتلقاها انت، لكن انتوا بتنشلخوا لكم 10 15 عربيه قال ماشيين مطاردين لكم قاعده بودوك رابطين لكم كمين بقودوكوا بعربات ما عارف تمشي بقتلوكوا تامين كويس. بعد شويه قال والله فلانين ديل ما لقيناهم. انت اللي بتجي ماشي فزع قلبك مر بتجي ماشي فزع برضه كمان بيفتحوا عليك برضه انت بتخش مع زولك المال داك برضه بتروح وراه. اخوانا الحته دي الناس كده تتنزح، رتبوا الصفوف، حيكلوا القوه، خليكم في قاده ميدانيين على الطريق الصح، يكون بينكم في ترابط. القوه تمشي بالحزيه، تمشي بالحزيه. لو وزعوه 50 50 لو 100 100 لو 200 لو 1000 الناس اللي وزعوه كده امشوا هزيه. ما في زول يكون جاري لبرنامج بعد انا ماشي داير اكسب وبعد شويه انت نحن عندنا بيك اقل ما عندنا. انت الانسان الماشي ماشي لك لمصلحه ده نحن عندنا بيك هدف تمشي بتروح لنا ضحيه ساكت بدون اي موقف. تلوك لك ناس راكبين لهم موتر داخل لهم في نقره وهنا والقوه انت القوه ماشي جهه وانت ماشي جهه. اخوانا الكلام ده والله اكبر غلط بالنسبه للناس الابطال الاشاوس ناس خط الشمال. يا جماعه والله فشلكم كتير عديل والله يا جماعه. في ناس والله مناضلين وناس لهم الاحقيه وناس لهم مراره قلوب. انتم يا اخوانا اغلى ما عندهم في خط الشمال ده من السابق ما اليوم ولا امس. عارفينهم والله قسما بالله. والواحد كان مات كله مات لاجل شنو؟
والله نحن عارفينه. لكن في ناس عاملين لهم مجامعات، ناس 92 وياتهم ديل، ناس 92 ديل قبل يوم نحن خشينا معاهم، والله مجموعة حقت عيسى مدلل دي قبل يوم نحن خشينا معاه وشفنا برنامج شنو. زول ما عنده برنامج نهائي والله. كويس. أزلوا الناس الأبطال اللي بداوسوا طلقوهم أكثر حوا وشالوا لهم نفو، قال ماشيين بخش بنفو بداوس لك أخوي ما في. عشان تعلم تماما الحرب دي داير الرجال صامتين، داير الرجال كاربين زي ما قال أقياشهم، يعني أنت تحقق بهم هدف. لكن أخوي أي زول كده زي ما قال ما واثق من نفسه كونه بجيب لك نصر يا أخوي ما في. والسلام عليكم، ونتمنى الجاية تكون أحلى ونحن مستمرين في القضية. أصلا الناس والله يا أخي قضيتنا نحن ما نتنازل منها أبدا أبدا. ما الحزيمة الإنسان ما الحزيمة الواحدة بتحزمك، ولا الأولى بتحزمك، ولا الثانية بتحزمك، ولا الثالثة. نحن مستمرين وناس الطينة ما تفرحوا بها. بولوا رصوقوا والله. شوف القادم أسوأ.